يا مرحبا، اليوم رح نحضر أطيب وصفة صليب بالدجاج، وهيدي الوصفة من أطيب الوصفات السعودية، حقوني على التحضير. عندي هون كيلو من فخاد الدجاج، أنا منظفهم ومظبط لهم أمورهم قبل بوقت، ننزلهم بداخل طنجرة. نغمرهم بالماء، نرجع ناخدها على نار متوسطة وبنترك الماء حتى تبلش بالغليان وتطلع كل الزفرة. وبالنسبة للدجاج فينا نستخدم القطعة اللي بتعجبنا، فخد أم سفينة اللي بدكن إياه، حتى الفروج الكامل بيمشي حاله. وبس تطلع عنا كل زفرة الدجاج بدنا نشيله ونتخلص منه. وبدنا ننزل بديلهم بصل، حبة لومة، شوية هيل وفلفل أسود، وبنختمهم بورق الغار والقرفة وكبش القرنفل. نعمل لهم تقليبة، بنرجع بنخفف تحتهم النار وبنتركهم حتى يستووا ويروحوا ينفع عنا. وما بننسى المسكة أو المستكة، هي من أهم المكونات عنا بداخل السلق. بالنسبة للمسكة في عنا اللي بيضيفها بمية السلق وفي عنا اللي بيضيفها مع الرز. بعد ما استوى الدجاج وراح ينفع عنا بدنا نشيلهم ونحطهم بداخل الصينية. بدنا نرجع ناخد فخاد الدجاج على الفرن، بس قبل ما ناخدهم بدنا نعمل لهم خلطة تكون سهلة وكتير طيبة حتى ندهنهم فيها. بدنا نص ملعقة من البابريكا، شوي من الفلفل الأسود، الملح حسب الرغبة، وبدنا نختمهم بشوية زيت نباتي. تقليبة على السريع وبتكون الخلطة صار جاهزة عنا. ندهن الفخاد بنرجع بناخدهم على الفرن بس من فوق حتى يتحمروا وبيكونوا صاروا جاهزين عنا. لوقت ما كانوا تحمر عنا الدجاج بدنا نتخلص من كل المطيبات الموجودة بداخل المرق. بعد ما نتأكد انه المرق صار نضيف عنا من كل المطيبات بنزيد علينا الرز. انا عم بستخدم رز مصري فقط مغسول. بالنسبة لكمية الرز فأنا استخدمت قدر نص كيلو من الرز المصري. ونصيحة مني إلكم بالنسبة للمرق فشيلوا أكثر من نص الكمية وساعتها بتزيدوا حسب حاجتكم. بس يستوي الرز بنزيد 500 ملي من الحليب على علبة قشطة وحدة. بنقلبهم كتير منيح مع بعض، بنرجع بنتركهم شغلة 5 دقايق بس حتياخدوا من نكهة بعض وبيكونوا صاروا جاهزين عنا. وكمان القوام بدنا يكون أتقل شوي. وللدقوس بنحتاج كم راس من البندورة. من الحام بحبة فليفلة حلوة فيكم تستبدلوها بفليفلة حرة. نعمل لهم ضربة على السريع، نرجع من الحام ببصل لحجم وسط. وعلى كل الأحوال رح اترك لكم المقادير بصندوق الوصف. سنن التوم، عصير حامض شيء أساسي عنا بدخل الدقوس، وبنختم الخضرة بشوية بقدونس، الملح حسب الرغبة، راس الملعقة من الكمون، وبنختمهم بنقطة فلفل أسود. هلا بنطحنهم كتير منيح حتى يصيروا خليط واحد، وهيك بيكون أطيب دقوس صار جاهز عنا. كان مثل ما ملاحظين لازم يكون عنا خشنين ما يكونوا كتير ناعمين. بنقرب الصينية اللي بدنا نوزعهم بداخلها، وبنجيب الراس من بعد ما استوى أخذ كل النكهات الطيبة وبننزلهم بداخلها. بسم الله. هلا بنرجع بنوزع الرز بداخل الصينية، وصار الوقت حتى ننزل الفخاد. شوفوا لي ملا لون شايف فاخر على الاخر. بالنسبة لقوام الرز فمش لازم يكون عنا لا كتير جديد ولا كتير سائل، يكون وسط. وهذا الشكل الحلو بتكون صار جاهزة عنا أطيب سليك دجاج. شوفوا لها المنظر الحلو شايف فاخر على الاخر. كرش الصغير لا يتحمل، بس بعدها ما جازت عنا بدنا نختمها بطشة الزبدة، وفي ناس بتستبدلها بطشة سمنة. وهذا هو شكل النهائي من بعد ما جازت عنا شايف فاخر على الاخر. بنشيل شوية دقوس وبننزلهم، وبنقرب عند فخذ الدجاج وبناخد قطعة ليكم ما شاء الله دايب وما احلاه، ياك شغل او يا بلا. وبنزيدوا فوق الدقوس. في اللي بيقدمها بلا دقوس وفي اللي بيقدمها مع دقوس، وهلا كل وشكور. بسم الله. صراحة هيدي من اطيب الوصفات اللي دقتها. ناخد شوية دقوس وبننزله، نرجع بناخد قطعة دجاج ونحطها بظهره. جربوا هالوصفة ومش رح تندموا.